في رمضان أكتر وقت بندور فيه على زرار التحكم، زرار يخلي الطفل يسمع الكلام من غير ما نعلي صوتنا، بس الحقيقة الزرار مش عنده. قصة حقيقية. أم كانت بتحاول تصلي التراويح في البيت. ابنها كل شوية يقطعها، يسأل، يتحرك، يتنطط. في مرة قطعت صلاتها وقالت بعصبية: مش عارفة أصلي بسببك. الولد سكت وقعد في الركن، مش لأنه اقتنع، لكن لأنه اتكسر. هي كانت فاكرة إنها بتضغط على زرار الهدوء، بس هي ضغطت على زرار الخوف. الطفل مش عنده زرار نتحكم فيه، لكن عنده جهاز عصبي بيستقبل إشاراتك طول الوقت. لما صوتك يعلى جسمه يدخل في مقاومة، لما تبقي متوترة هو يتوتر أكتر. مفهوم التنظيم المشترك co-regulation بيوضح إن الطفل بيتعلم يهدى من خلال هدوء الشخص الآمن حواليه. مثال عملي: نفس الأم جربت حاجة مختلفة في يوم تاني. لما بدأ يقطعها انحنت على مستواه وقالت بهدوء: أنا شايفة إنك عايزني جنبك، أخلص الركعتين دول وارجع لك. الولد استنى. ليه؟ لإنها ضغطت على زرار نفسها الأول. في رمضان مش هدفنا نطلع طفل كامل في العبادة، هدفنا نطلع طفل مطمئن. التحكم الحقيقي مش إنك تسكتيه، لكن إنك تهدي نفسك، لأن الطفل اللي بيخاف منك ممكن يسمع الكلام، لكن الطفل اللي بيطمن لك هو اللي هيتعلم يحب ربنا. زرار التحكم مش في إيده ولا في صوتك، زرار التحكم في أعصابك أنتِ.